عم حماد راجل جميل من أرض مصر الطيبة، وكان موجود هنا وهم لسه بيصلحوا الأرض وبيحفروا البير. عم حماد والناس المخلصين اللي زيه هم اللي شايلين الصناعة المصرية على كتافهم. عم حماد، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. مبسوط جدا انا مع حضرتك. الله يخليك الله يخليك. قول لي انت حضرتك بقالك كام سنة بتشتغل في المصنع؟ انا بقالي 46 سنة من 46 سنة من 77 ان شاء الله، وانا فخور بالرقم بصراحة. اتخضيت الله شوية يخليك. بس ما شاء الله يعني الله أكبر. الله من يخليك. سنة 77 بقالك 46 سنة، ده رقم يحترم. أوي. واكيد عندك تاريخ حلو قوي. لا ده قول لي ايه اللي اتغير بقى من زمان لا لحد في دلوقتي؟ تطورات كتير. يعني من البداية احنا كنا بنشتغل الأول، اشتغلنا صلحنا الأرض. بعد ما صلحنا الأرض دجينا البير وطلعنا مية. انت هنا من قبل ما لو كانت صحراء. وهي صحراء. انت قبل الزرع اصلا لا يعني. مفيش زرع. ما كانش في مصنع اساسا. مفيش إلا الغراب. يعني بداتوا تشقوا البير وتعملوا الارض تجهزوها وتبداوا تزرعوا. فاكر اول حاجه زرعتوها كانت ايه؟ لازم تزرع برسيم. دي الحاجات اللي بتشغل الارض. بتشغل الارض علشان لسه ارض صحراويه. بعد كده اشتغلنا عملنا مكنه وبقت هي اللي تعبي بدل المعلقه شويه. شويه بشويه لما بقت مكنه في مكنه في مكنه لما بقينا ايه الموضوع. طب منتج زي الشاي ده مثلا، زي بدايته كان برضه سايب، ما كانش فيه الفتله والحاجات دي. لا ما كانش فيه فتله. ما كانش فيه فتله، عمره ما حد كان شاف فتله. كان كله بالشاي بالكيس. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الله يخليك. وتفضل تنتج وتعمل لنا المنتجات الحلوة دي وتزرع بايديك الحلوين دول. الله يخليك. بجد انت فخر لينا كلنا. الله يخليك. انا مبسوط مع حضرتك الله جدا يخليك. يعني. اول كونتينر كان طلع كان سنه 2004، واخر كونتينر كان النهارده من ايزيس. ما شاء الله. كان طالع خضار لدوله الامارات. و2004 ده كان رايح فين؟ كان المانيا. اوكي. اول حد اشتغلنا معاه 2004 المانيا. احنا دلوقتي حالا ايزيس لوحدها بتصدر ل 20 دوله، كمان احنا بنصدر بالفينش برودكت يعني هو زي ما هو كده. زي ما هو كده الى جانب البلك معمول. يعني المعمول. الاعشاب دي كلها قدامك موجوده في السوق السعودي، في السوق الاماراتي، في الجلف كله. وبراند تاني براند سيكا موجود في كل دول اوروبا وامريكا والكلام ده. 20 دوله موجودين فيها المنتجات بتاعتنا، سواء بالبراند بتاعنا او بالبلك اللي احنا بنبيعه. ما شاء الله. انت عشان تصدر طبعا بيبقى عندك شهادات معينه لازم تبقى حاصل عليها عشان تقدر. احنا من اكتر الشركات في مصر حصولا على شهادات. احنا عندنا بالظبط 22 شهاده. ما شاء الله. ليه بقى؟ لانه احنا كل ما بنتعامل مع عميل بيكون ليه اشتراطات معينه. طب اخر حاجه بقى، انا عايز اشرب قهوه اورجانيك من عندكم او شاي، ليه بقى ما فيش خالص عندكم قهوه ولا شاي؟ احنا جوه سوق صعب جدا. ليه؟ احنا بندور هيلسي. ولا في اي حته هيلسي جوه هنا صعب. يعني انت اول ما تيجي الشغل الصبح بتشرب ايه؟ بشرب قهوه بس اسمها حاجه بارلي كافيه. احنا عندنا ايه بقى ما هو ده من خلاص الشعوب من غير كافيين. فحاجه هيلسي جدا. زي ما صدروا للمجتمع اللي حواليهم طاقة حب وإيجابية وفادوا الناس في بلبيس، كمان صدروا لدول كتير كونتينرات جواها منتجات طبيعية بجودة ملهاش حل وبتفيد الناس اللي بره مصر. سيكم مش بس بتعمل منتجات طبيعية مزروعة بطريقة صحية وآمنة، لكن كمان بتخلي دول كتير تحب المنتجات دي اللي عليها أحلى جملة: صنع في مصر.